فالعادة السرية الضرر الخاص بالبروستاتا ده يا جماعة من أخطر الأسباب اللي بتعمل لك سرعة قذف وعدم أريحية في العلاقة الجنسية. طب بس كده؟ لا، أنت خلي بالك، لو إنسان أدمنت العادة السرية اللي راجعة ليه الفيلم الإباحي، فهتلاحظ إن أنت أصبح عندك بتعمل العادة، ممكن تعملها أكتر من مرة في اليوم، فبتعملها 3 4 5 6 مثلا، في ناس بتعملها 4 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم. ده حاجات خطيرة يعني، لو تعلمون ان الحاجات دي شيء عظيم يعني. فاذا انت بتعمل الموضوع ده 6 مرات في اليوم ولا 4 مرات في اليوم، 5 مرات، انت ممكن يوصل لمرحله من عندك في حاجه اسمها الخصيتين اللي عند الرجل بيحصل لك فيهم نوع من انواع الالتهاب، وممكن بعد كده يجي لك زي تليف. تعرف منين؟ بيجي لك زي نخس فيهم، والمفروض تتعالج منه بسرعه عند افضل، او الافضل يعني عند دكتور الذكوره او دكتور المسالك البوليه. لازم تروح لاقرب دكتور وتبتدي تشكي له بالوألم بتاعك، وتبتدي تاخد العلاج في البدري عشان تبقى سليم، والحاجه دي انت محافظ عليها.